السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا في رحمن سنتر، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله النهاردة في الفيديو هنتكلم عن أشهر ماركة ألمونيوم موجودة في السوق، وهي ماركة الدهان. زي ما اتكلمنا أكتر من مرة، وزي ما الناس بيجولنا في السنتر ونقول لهم إن في الدهان أو ألمونيوم الدهان في منه أصلي وفي منه تقليد، ونبدأ نفرق لهم هنا ما بين الأصل والتقليد. ونزلنا أكتر من فيديو عن الموضوع احنا لاحظنا إن في ناس بتبدأ تفرق ما بين الأصل والتقليد بالوزن، ويقول لك ده تقيل ودوت خفيف. واكتر من تعليق جالنا بيقول انا جالي جبت ألمونيوم وتقيل، هل ده كده اصلي ولا مش اصلي؟ احنا بقى النهارده في الفيديو هنوزن على الميزان المنتج الاصلي والتقليد. قلنا اكتر من مره ان الكرتونه مش هي المعيار او ديت اللي بتفرق. يعني الكرتونه دي مكتوب عليها الدهان ودي مكتوب عليها الدهان، ممكن الختم برضو يتعمل على اي صينيه. الوزن زي ما حضراتكم كده هتشوفوا، هنوزن مثلا ده اللي هو التقليد دوت اصلي. هنوزن كده مع بعض، نفتح الميزان، ناخد الصينيه الصغيره دي كده اهي، ونبدا نوزنها. هتلاقيها 461 جرام، 461 جرام دوت اللي هو الاصلي. شايفين جوده الالومنيوم؟ جوده الالومنيوم من بره ده تحسها ان هي صينيه ستانلس. ادي دي اهي، ديت الصينيه التقليد. لو لاحظتوا هتلاقوا ممكن اصغر شويه من بتاعه الدهان. لو جينا نوزن هنلاقي التقليد اكتر من الاصلي بتاع 6 جرام ولا حاجه. يعني ممكن التقليد يكون اتقل من الاصل، مع ان دي اصغر. يعني لو كان في نفس وزنها كان اكيد وزنها هيزيد. يعني احنا كده نستفاد من الفيديو ان احنا ما نفرقش ما بين الالومنيوم بالكرتونه، ولا هنفرق بالختم، ولا هنفرق بالشكل، ولا هنفرق باي حاجه. احنا هنفرق، ولا هنفرق برضو بالوزن. مش هنفرق بالوزن لان زي ما حضراتكم كده شايفين الوزن واحد، او ممكن كمان التقليد يكون اكتر. احنا هنفرق بجودة الالومنيوم، او بالمعنى الدقيق او المعنى الصحيح. انت هتفرقي باللي بيبيع لك. يعني اللي بيبيع لك لو امين هيبيع لك الاصلي اصلي والتقليد تقليد. احنا هنا في الرحمن سنتر بندي للزبون، او مفيش جنيه بيدفع الا وليه قيمته. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.